مش اي واحد اسال الدنيا. وبعدين ما حدش يقدر يقلد اصلا عندنا، لان في اجانب علماء اخر الاف الاجانب 10 20,000 اجنبي هيعرفوا ان ده مقلده ولا مش مقلده. فانا بصمه بضيع وقت وبضيع فلوس. وانا لو البصمه هتفيدني كنت اول واحد يعني. احنا كنا بنتكلم في نقطه مهمه. سجلنا يجي يقول مثلا لحد دلوقتي 50% 55%. المتحف المصري جلسه التسجيل بتاعه 55. المتحف لا لسه عملنا المتحف 60% من الخساره. 20 سنه لاول مره عملنا المتحف المصري داتابيس، قاعده بيانات. قبل كده اي قطعه اثريه بتتنقل من هنا لهنا محدش عارف فبتضيع. فعايز اقول لك المجهود اللي عملناه مجموعه الشباب على اعلى مستوى في المتحف المصري حاجه جميله جدا. لكن اهم نقطه ان احنا بقى بدانا بالتسجيل، حطينا 29 وحده بتراقب الناس المسافرين. قبل كده ما كانش غير مطار اثارك كلها كانت بتتسرق من المنافذ. الوقت انت بتعمل ضبطيات كتير جدا، لكن الضبطيات في عرف اللي مش فاهم يبقى الاثار بتتسرق، لكن قبل كده كانت بتتسرق وتطلع في الكونتينرز. احنا دلوقتي حاطين 29 وحده في 29 منفذ بري وجوي بتفتش الناس. فاصبح الناس خايفه. لحد الانتقاء الدبلوماسيه الكبار القوم بيفوتوا انا عايز انت لو تعرف انا عندي حاجه اسمها كبار قوم، وعندي واحد اسمه مسؤول كبير، ولا عمري خفت من بشر، ولا عمري عملت حاجه عشان ارض مسؤول في اي الدنيا. والراجل ده يوم بيوم بيحفر اثار. انا اقول لك ايه اللي حصل بالظبط. عملنا قانون اثار غيرناه ودخلنا مجلس الشعب وقلنا لو وانتوا عارفين لسه مش دعوه اطلع بطل قومي واقول لكم انا عملت وعملت. لا، انا قلت لو الفلان ده اللي هيعمل كذا هستقيل وامشي. ونفذنا. الحاجه الوحيده اللي انا زعلان منها وارجو ان احنا نغيرها ان الاثار اللي يسرقها ما يبقاش 15 سنه، لازم 25 سنه. ودي النقطه اللي انا هعرضها على مجلس الشعب الجديد لتغيير هذا البند، ان ست الاثار ما تبقاش 15 سنه، لان 15 سنه بتدي للقاضي حدود بسيطه. ال 25 بقى ممكن تديله 15 مش وحش. عندك المجلس اللي بيطلع المرسوم بالقانون ما ينفعش. لا ينفع. مجلس الشعب الوحيد اللي حاجات تسير دي حاجات دايما يقعد تيسير حاجه القانون حاجه ثانيه. لازم مواعيد سلة الاثار ما بين 3 حاجات. في ناس فعلا معروفين بالاسم وهم معروفين ان هم لصوص اثار كبار في البلد، زائد ان في بعض الفتاوى الدينيه اللي بتخرج بتقول ان ده حلال، زائد ان انا لما اكون عندي بيت تحته اثار انت بتديني 50,000 جنيه وبتاخد 50,000 جنيه. طب انا هديك الاثار ليه؟ ما انا ههرب احسن. خاصه انها مش مسجله. لا مسجله ولا معروفه ولا اي حاجه. بتديني 50,000 جنيه. بالنسبه للناس الكبار هذا الكلام اشاعات. انا لا اعرف ان هناك اي شخص مسؤول بيسرق اثار وهو في الحكم وهو قوي، وانا ليا مواقف جامده جدا في هذا الموضوع ابلغ عنه. لكن انت بتتكلم كلام عام. المواقف بتاعتك وانا ما عصابه الهرم اللي مسكت بالفعل كان لها علاقه بناس كبار. قضيه الاثار الكبرى. انا بقى يعني انت دلوقتي بتدخلني في حاجات قضائيه. انا بقول لك انا ما عنديش الراجل بتاع الاسم الشاعر ده اللي طبق عليه. والله هل شفنا اسماء حد كبار غير الراجل بتاع مجلس الحزب الوطني ده؟ كمال الشاذلي. انا بقى ما عنديش. كمال الشاذلي. انا لو عندي فكره ولو عندي دليل هتكلم. انا ما عنديش دليل وانا ما بحبش اخد دليل. استنى بس نرد على النقطه الثانيه. النقطه الثانيه بتاعت الفتاوى. هو المشكله اللي عندنا ان بعض الناس الجهله اللي هي بتعتقد ان القران الكريم بيتكلم عن الفرعون والفراعنه. ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن فرعون واحد ظالم وما اتكلمش قال الفراعنه كلهم طالعين. فده كلام احنا عملنا برامج وعملنا. النهارده انا عامل ندوه الساعه 6 للشيخ عمرو خالد في المتحف المصري عشان الناس تروح وهو يتكلم ويقول. وعملنا الاف الندوات وعملنا حاجات عشان نخلي الناس الجهله تبطل النقطه دي. الجوائز انا اعلنت وجبت موافقات العالم كله. اي حاجه تظهر في بيتك لو ثمنها 5 جنيه هديك 5 جنيه، ثمنها مليون جنيه هديك مليون جنيه. من ده افضل ثمن؟ احنا كاثار.
وخلي بالك في نقطه مهمه، انت خصم محاكم كده. انت مش يا استاذ لك اسمعني، المصيبه عندنا في مصر لو طلعت شواطئ يقول لك شواطئ ب 10 مليون جنيه، اي كلام اللي بتسمعه في القراءه ده كلام. انا بقى كأثري اقول لك ده رغم اصلا النظر بالثمن، لكن احنا بنقول الحقيقه. وانا انا اتمنى يجي لي اثار من اي حد يجيب، صدقني دي اللجنه بتقول 5000 اقول له لا 10. انا بدي الضبط على طول عشان اشجع الناس تجيب لنا اثار. انتوا عايزين تخلوا كده بس يعني جايين وانا خلي بالكم اولا حضرتك افضل الناس في التعامل مع الاعلام. انت عندك يعني ده الاعلام بقى انا برضه مش يعني هو قال انا ليا مواقف جامده جدا ضد الحكم. انا ما اقدرش انا ما اقدرش اقول، انا مش هقول لا يمكن اتكلم. طب كل مواقف طبعا لازم اعرف. والله الدنيا كلها عارفه. لا ما نعرفش انا ما احبش انا لا اهاجم جواد سقط من على فرض. هل كل النصوص سقطوا؟ لا معلش ما اعرفش غير واحد. مين هو يا سيدي؟ لا ما شيء سقط. انا بفضلك نتكلم في الصلاه، انا مش عايز اهاجم حد، انا راجل عندي شرف وعندي مبادئ لصوصيه مع اللي عمل حاجه مش مظبوطه وقفنا له، ومصر كلها عارفه القصه دي. مش داعي ان انا اتكلم وتكتبوها وان انا بفضل القوم عشان عملت كذا وكذا. يعني بصراحه هتضايقوني ودي مش الشخصيه. سياده الوزير احنا متفقين. انا رافض. ده متفقين فيها. ورافض عشان انا ما احبش اهزق واحد سقط من على ابدا. واحنا بنحترم ده تماما يعني. سياده الوزير احنا موافقين على ذلك. واحنا بنتكلم عن السياسه او ازاي ممكن نخلي موظف صغير في الاثار بياخد 1000 جنيه ولا 600 جنيه هو بيحرس وهو بيحرس مليارات، يعني اللي في البر الغربي ده ما بيحرس. فازاي نقدر يعني نعمل موائمه بين المرتب بتاعه وبين الاغراء اللي ممكن يحصل له من اي تاجر او هقول لك حاجه والله دي نقطه مهمه جدا كلامك صح. احنا حاولنا بقى نجيب بتوع الامن دول، والامن دول بدانا لهم في 2002 ب 240 جنيه. 240 جنيه ده خلي بالك في عرف الدوله يا جماعه ده بحرس كنوز، يجي بتاع الجهاز مش عارف ايه. لا ازاي موظف الدرجه من الجامعه بياخد 120 جنيه؟ قد انا الواحد حارس 240 جنيه. لكن ما عملناها بقى بطريقه قلنا عقد وعملناها. نمره 2 بقى انا جبت الاساليب بقى. وعايز اقول لك حاجه بقى، الاساليب دلوقتي اعلى فئه في الدوله بتاخد فلوس. انا عملت لهم ايه بقى؟ ازاي؟ نمره 1 جيت قلت للبعثات الاجنبيه انت بتشتغل في مصر بتجيب فلوس على القفايا. الفلوس اللي هتجيبها دي زي ما بتدي اللي عندك تدي للاسد المرافق لك، بس عن طريق انا ما ترشدش. كان زمان هو بيديله بينه وبينه، انت تديني شيك 1500 جنيه اسلمه انا للاسد. اصبح الاسد المشارك ولا قليل. نمره 2